ليه النادي الأهلي من مصلحته إن بيراميدز أو صن داونز يفوزوا بدوري أبطال أفريقيا سنة 2027؟ لأن كأس العالم للأندية سنة 2029 هيتأهل ليه 4 فرق بس من قارة إفريقيا، وهما آخر 4 أبطال لآخر 4 نسخ من دوري أبطال إفريقيا، بداية من نسخة 2025 لنسخة 2028. وبما ان تم حسم كرسيين فقط، وهو لنادي بيراميدز بطل 2025 ونادي صن داونز بطل 2026، كده مش هيكون فاضل غير بطولتين بس، 2027 و2028. ولان النادي الاهلي مش هيشارك في بطولة 2027، يبقى كده مش فاضل غير بطولة واحدة وهي سنة 2028. فالأهلي قدامه طريقتين علشان يتأهل لكأس العالم للأندية سنة 2029، وهي إنه يا إما يفوز ببطولة 2028 أو إن بطل من البطلين صن داونز أو بيراميدز يفوز بالبطولة سنة 2027، مع إلزامية إن النادي الأهلي يحافظ على مكانه في التصنيف على قارة إفريقيا وسط الأربعة الأوائل. معلش هي حسبة كبيرة شوية، بس أخوك لخصها لك. ما تنساش بقى إنك تدعمنا بلايك وفولو أو سبسكرايب. سلام.